وانا بتمشى في التعليقات بتاعتكم بلاقي كتير بيطلبوا قصص لديدبول، والفترة الأخيرة بعد ما عملت فيديو هاورد ذا داك ناس كتير بقوا يطلبوا قصص لهاورد. الصراحة أنا عايز أرضي الفريقين، بس يا ترى في قصة إيه تجمع الشخصيتين مع بعض؟ How convenient. قصة ديدبول ذا داك صدرت سنة 2017 على شكل ليميتد سيريز مكونة من 5 أعداد. اللي واضح من الغلاف إن بطريقة ما ديدبول وهاورد ذا داك هيندمجوا في جسم واحد، وطبعا اختلاف شخصيتهم هيخليهم بيتصارعوا على مين فيهم هيتحكم في أكتر مرتزقة كيوت في كون مارفل. في بداية القصة بنعرف إن في عميلة من شيلد اسمها ماري. شيلد بعتوها علشان تستأجر ديدبول في مهمة للتعامل مع كائن فضائي لسبب ما جه على الأرض ومسبب دمار وضرر والكلام ده. ديدبول وافق على المهمة واستخدم التليبورتر أو جهاز التنقل الآني اللي كان معاه وقتها، وانطلق في طريقه لمطاردة هذا الكائن الفضائي الغريب. القصة بعد كده بتنقلنا لهاورد ذا داك واللي كان ماشي بعربيته في أمان الله لما فجأة ظهرت من السماء سفينة فضائية خبطت في العربية بتاعته. هاورد الحمد لله نجا من الحادثة دي، ولسه بيبص يشوف من الحمار اللي كان سايق السفينة، لقاه مش حمار بل راكون، ومش أي راكون، ده روكيت راكون عضو جارديانز اوف ذا جالاكسي معروف. طبعا الاتنين كانوا يعرفوا بعض وعملوا مغامرات سوا قبل كده. هاورد سأل روكيت قال له انت في حد بيجري وراك او حاجه، وروكيت قال له انه فعلا هربان من حد والحد ده زرع فيه حاجه. وفجاه قبل ما يكمل كلامه عينه احمرت وبقه ريل وهاجم هاورد ذا داك. هاورد طبعا طلع يجري، لكن في طريقه قابل ديدبول وبنكتشف ان روكيت راكون هو الكائن الفضائي اللي ديدبول بيدور عليه. الاتنين ما لحقوش يتكلموا كتير وروكيت راكون جه هاجمهم. ديدبول دخل معاه في معركه، لكن هاورد ذا داك قال له ما تاذيهوش لانه مش على طبيعته وفي حاجه غلط. هاورد حاول يتواصل مع روكيت وساله ايه اللي مخليك كده. روكيت قدر يقول كلمتين فهمونا ايه اللي اتزرع جواه. روكيت راكون مصاب بنسخة فضائية من داء الكلب، يعني بقى سعران، ومش اي سعار، ده سعار فضائي. المهم ديدبول استخدم جهاز التنقل الآني وسط المعركة، واثناء ما ديدبول كان قاعد بيتفاخر بالجهاز ده روكيت راكون السعران هجم عليه وعض الجهاز. وفي صفحة كاملة بنشوف نور اخضر قوي مغطي كل الشخصيات، ودي دايما علامة ان في مصيبة حصلت. وفي الصفحة اللي بعدها بنشوف المصيبة اللي حصلت، ديدبول وهاورد ذا داك اندمجوا في جسم واحد. ديدبول حاليا هو اللي بيتحكم في جسم ديدبول البطة، وهاورد ذا داك كان عبارة عن صوت في دماغ ديدبول. وفي الوقت اللي ديدبول وهاورد كانوا بيحاولوا يستوعبوا المصيبة اللي هم فيها، روكيت راكون كان برضه بيحاول يقاوم السعار الفضائي اللي عنده. ديدبول وهاورد بقوا مش عارفين يتعاملوا ازاي مع روكيت راكون، لكن بعد كده جات لهم فكرة، وهي انهم يستخدموا السفينة بتاعته ويخلوها ترجع للمكان اللي جات منه. وبالفعل ديدبول البطة خد روكيت راكون في السفينة وانطلقوا في الفضاء. السفينة خدتهم لمحطة فضائية تابعة لشركة روكسون الشريرة، وديدبول البطة دخل جواها ومعاه روكيت راكون اللي كان مغمى عليه وقتها. واثناء ما كانوا بيستكشفوا المكان فضلوا يتناقشوا بخصوص روكيت راكون. هاورد عايز ينقذه ويعالجه من السعار، وديدبول عايز ياخد فروه ويعمله سجادة. المهم اثناء النقاش ده قابلوا في طريقهم الفراش بتاع المحطة، ولما سألوه هل هنا في معمل سري بينتج سعار فضائي قال لهم لا مفيش. في اللحظة دي ظهرت واحدة ضخمة اسمها باسلت، بنعرف انها من السكيورتي، وهددت ديدبول انه لو ما خرجش هي اللي هتخرجه بالعافيه. ديدبول اتعصب وقرر انه يتخانق معاها، لكن خلال المعركه قالت انها فاعله التدمير الذاتي بتاع المحطه وهتنفجر خلال دقيقتين. ديدبول سال الفراش هل في زي مركب نجاه هنا، والفراش قال له بس بياخد شخص واحد. ديدبول خد روكيت راكون وقرر انهم يهربوا هما الاثنين ويسيبوا الفراش ينفجر، مش مشكله. طبعا هاورد ذا داك ما وافقش على حاجه زي كده وفضل يحاول يجبره انه يرجع وينقذ الفراش. وبنشوف الاثنين وهم قاعدين بيتخانقوا على مين فيهم هيتحكم في جسم ديدبول البطة. لحسن الحظ الفراش قال لهم ان في مركبة نجاة تانية، والحمد لله ديدبول البطة وروكيت راكون خدوا مركبة والفراش خد المركبة التانية، والاتنين انطلقوا في الفضاء. لكن ديدبول اكتشف انه ما بيعرفش يسوق المركبة وخبط في المركبة بتاعت الفراش وفجرها والفراش مات. في اللحظة دي هاورد ذا داك قرر انه ما ينفعش يحاول يبقى صوت العقل وينصح ديدبول لان مفيش منه فايدة، وقرر انه ينسحب تماما وما يتكلمش خالص ويفضل يتفرج بس. القصة بعد كده بتنقلنا لديدبول البطة وهو بيتصل بماري عميلة شيلد علشان يشرح لها الموقف اللي هو فيه. ماري اول ما سمعت صوته قالت له انت ليه صوتك مسرسع كده؟ ديدبول البطة قال لها انا معايا روكيت راكون ومحتاج انقذه، وعلشان انقذه محتاج الاقي المعمل السري بتاع شركة روكسون، لكن مش عارف الاقيه فين، وبالمناسبة انا اتحولت البطة. ماري قالت له انا
ابعت لك احداثيات المكان اللي ممكن تلاقي فيه المعمل بتاع روكسون، وبعد كده بعتت له طياره علشان يستخدمها في التنقل بما ان جهاز التنقل الآني بتاعه اتكسر. ديدبول بالفعل وصل لمعمل واقتحمه، وجوه شاف مرض السعار الفضائي محطوط في انبوبه، واثناء ما هاورد الدك كان قاعد بيتفرج ديدبول بدأ يستخدم قدراته العقليه المرتفعه. دلوقتي الانبوبه دي فيها سعار، روكيت راكون عنده سعار، اذا السعار سيء، يبقى ايه الحل؟ نكسر الانبوبه اللي فيها السعار. طبعا هاورد ما قدرش يستحمل ورجع له تاني وقال له انت هتعمل ايه يا بهيم يا ابن البهيم؟ ديدبول قال له هكسر الانبوبه يمكن اللي جواها يعالج روكيت راكون. هاورد قال له طب ليه ما تحطش روكيت جوه الانبوبه بدل ما تكسرها وتطلع الفيروس علينا احنا؟ قبل ما نشوف ديدبول خد بنصيحه هاورد ولا لا، القصه بتكشف لنا ان باسولت السكيورتي بتاعت المحطه الفضائيه بطريقه ما نجت من انفجار المحطه، ودلوقتي بتدور على ديدبول واذا عثرت فيها ان شاء الله. المشهد لما بينقلنا تاني لديدبول البطة بنكتشف ان بعد جدال طويل هاورد اخيرا اقنع ديدبول انه يحط روكيت راكون جوه الآلة، لكن دلوقتي بيحاول يقنعه انه يشغل الآلة. ديدبول مش عايز يقتنع، وهاورد اخر ما زهق قرر انه يقاوم مرة اخيرة في انه يسيطر على جسم ديدبول البطة، وفعلا بعد صراع داخلي صعب هاورد نجح، ودلوقتي ديدبول بقى هو الصوت الداخلي وهاورد هو اللي بيتحكم في الجسم. اول ما ده حصل ديدبول اختفى، بقى ملوش اي صوت ولا اثر. هاورد قرر يستغل الفرصه دي ويشغل الآلة بسرعه، لكن باسولت وصلت لمكان مع مجموعه من الجنود، وهنا بندرك المصيبه، هاورد ما بيعرفش يحارب. هاورد فضل يتحايل على ديدبول يرجع تاني يتحكم في الجسم، لكن ديدبول وقتها ما كانش فاضي، كان قاعد بيكلم نفسه. هنا هاورد اضطر يدخل هو في معركه مع كل الجنود دول، والمفاجاه انه فعلا كان عارف يقاتل. واضح ان الذاكره العضليه بتاعه ديدبول متعوده على القتال وتفادي الضربات، لكن هاورد لما حاول يقاتل باسولت فشل انه يتغلب على الشخص العملاق ده. باسولت مسكته من رقبته وكانت هتقتله، لكن لحسن الحظ ماري وجنود من شيلد وصلوا في اخر لحظه. هنا القصه بتقلب فيلم هندي، وبنكتشف ان باسولت تبقى ام ماري، والاتنين قعدوا يصرخوا في بعض بينما ديدبول وهاورد بيتفرجوا على المشاكل العائليه دي ومش فاهمين حاجه. المشاكل العائليه اتطورت لمسدسات ورشاشات، وديدبول وهاورد لسه مش فاهمين حاجه. بنكتشف هنا ان روكيت راكون اتعالج اخيرا من السعار، لكن لما بص حواليه لقى ناس كتير قاعدين بيضربوا في بعض. دلوقتي بقى روكيت راكون وديدبول وهاورد قاعدين مش فاهمين حاجه. روكيت راكون اتوتر وقعد يضرب اي حد قدامه. هاورد جري عليه وقال له ما تضربش في عملاء شيلد، دول معانا. روكيت قال له دول اللي لابسين ازرق غامق ولا ازرق فاتح؟ هاورد قال له لا، اللي لابسين ازرق غامق. قال له يعني اضرب في اللي لابسين ازرق فاتح؟ اللي ما بناخدش بالنا منه اثناء المحادثه العبثيه دي هو ان باسولت جالها مكالمه من شخص مجهول وطلب منها انها تنسحب، وفعلا انسحبت من المكان، وعملاء شيلد قبضوا على الجنود بتوعها. ماري قعدت تشرح لديدبول البطه وروكيت راكون ان شركه روكسون كانوا بيختبروا سلاح بيولوجي جديد بالنانو تكنولوجي، وده اللي عمل كده في روكيت راكون. روكيت في اللحظه دي افتكر لما عض جهاز التنقل الآني بتاع ديدبول، وقال لهم ما اظنش ان دي كانت صدفه، لانه لما كان بيتم الاختبار عليه شركه روكسون اتصلوا بشخص ما مختص بالدمج بين البشر والحيوانات وطلبوا منه حاجه، لكن مش فاكر ايه هي. القصه بعد كده بتنقلنا لباسولت، وبنشوف مين الراجل الغامض اللي ورا كل المصايب دي، دكتور بونج ألد أعداء هاورد ذا داك. دكتور بونج بيبدأ يشرح الخطة بتاعته، وإن هدفه هو إنه يصنع جيش من الكائنات الناتجة عن دمج إنسان وحيوان، ويكون شكلهم مرعب ومخيف. لكن للأسف كل مرة بيعمل كائن هجين كان بيبقى شكله كيوت مش مرعب، علشان كده لما شركة روكسون طلبوا مساعدته في صنع فيروس السعار المعدل استغل الفرصة دي وزرع روبوتات صغيرة في روكيت راكون خلته يستهدف هاورد ذا داك، وكمان كانت هي السبب في دمج ديدبول مع هاورد. باسولت سألته وقالت له يعني أنت دلوقتي عايز تخطف البطة؟ دكتور بونج قال لها ده كان هدفي في الأول، لكن من ساعة ما شفتك وأنا مش قادر أطلعك من دماغي. دكتور بونج نزل على ركبته وقال لها تتجوزيني؟ باسولت بصت له بصة استحقار، ودكتور بونج فهمها على طول وقال أنا دلوقتي هدفي أخطف البطة. القصة بعد كده بترجعنا تاني لديدبول البطة، وهو وعملاء شيلد بيحاولوا يلاقوا طريقة يفصلوا بيها ديدبول وهاورد، لكن المشكلة إنهم محتاجين الروبوتات الصغيرة اللي تبقى السبب في الاندماج. لكن لما ديدبول وهاورد اندمجوا ديدبول البطة فضل يرجع، وكل الروبوتات الصغيرة خرجت من جسمه مع الترجيع. هتقولي طب ازاي دخلوها تاني جوه جسمه؟ هقولك مش لازم تعرف.
المهم الخطة نجحت، وبالفعل ديدبول وهاورد بدأوا ينفصلوا عن بعض، لكن في اللحظة دي دكتور بونج ومعاه باسولت ظهروا فجأة علشان يخطفوا ديدبول البطة. طبعا معركة بتبدأ بين دكتور بونج وعملاء شيلد، وفي وسط المعركة ماري ضربت دكتور بونج بالنار في الخوذة بتاعته. دكتور بونج لفلها وقال لها انا الاول ما كنتش مهتم بشيلد، لكن انتي من ساعة ما شفتك وانا مش قادر اطلعك من دماغي، ونزل على ركبته وقال لها تتجوزيني. ساعتها باسولت قالت له مالكش دعوة ببنتي، واتقلبت عليه وفضلت تضرب فيه هي وباقي اللي موجودين لحد ما اضطر انه ينسحب ويهرب من المكان. القصة انتهت بان ديدبول وهاورد انفصلوا اخيرا عن بعض، وهاورد الداك بدل ما هو عواطلي مش لاقي حاجة يعملها بقى شغال موظف استقبال في شيلد. يعني القصة انتهت نهاية سعيدة لكل الشخصيات ما عدا بطل القصة هاورد اللي دلوقتي بقى محشور في شغل روتيني ما بيخلصش. كده الفيديو بيخلص. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان ما تفوتوش اي فيديوهات جديدة، وبرضه ما تنسوش لايك لصفحة الفيسبوك. اشوفكم الفيديو الجاي.